يا اهلا يا اهلا. مين فيكم بقى شاف الفيديو اللي فات وتشجع كده وقام يبتدي تجهيزات البيت قبل رمضان؟ يعني زي ما شفتوا الفيديو اللي فات كانت حاجات بسيطة كده، لسه يعني لسه التقيل جاي ورا، فيه لسه فيديوهات كتير لتنظيفات بقى البيت والمشتريات اللي هنجيبها قبل رمضان. على فكرة انت ممكن تكوني مش محتاجة حاجة تجيبيها، او البيت عندك مش ناقصه حاجة، فمش لازم انا كل حاجة اشوفها اروح ان انا اعملها. يعني ممكن احتياجاتي غير احتياجات غيري، فانا بشوف انا محتاجه ايه وبشوف اولوياتي ايه، وببتدي ان انا اكتب الحاجات اللي انا محتاجاها عشان خاطر ابقى عارفه انا عايزه اعمل ايه وارتب نفسي. انتي كمان حاولي تعملي كده، يعني مش كل الفيديوهات اللي بنشوفها على النت او حتى ناس قرايبنا نعرفهم التزاماتهم غير التزاماتنا، فاكيد لازم كل انسان يبقى بصير بنفسه وعارف هو عايز ايه ومحتاج ايه. فانا النهارده بقى بدات اليوم كده. النهارده قلت هاخد اليوم اللي هو انتوا عارفين الايام اللي بتتعبي فيها عشان خاطر تجهزي بقى التفريزات والحاجات بتاعه رمضان دي، اللي هي اوريدي بتنفع لرمضان وغير رمضان. يعني انا مثلا في الايام العاديه بعمل برضو نفس الحاجات دي اللي انتوا هتشوفوها معايا في الفيديو. فالنهارده قررت ان انا ايه مش هخرج، وهبتدي بقى ايه. كان عندي الخضار، جبت الخضار بتاع الاسبوع حطيته في التلاجة، والحاجات اللي انا هظبطها هنضفها هفرزها هقطعها الكلام ده هنشوفه مع بعض. وقلت عشان اعين بقى ايه احط الحاجات في الديب فريزر عندي وانضفه كده، واعين فيه الحاجات وارتبها بقى عارفه كل حاجه مكانها فين. فصحيت الصبح قلت خلاص ناخد فطار. طبعا كان في متابعة جميلة كانت بتسألني عن الدايت اللي أنا بعمله. وبصي أنا عملت دايت يعني كذا مرة، دي مش أول مرة إن أنا أعمل دايت. فأول مرة بصراحة كان في دايت فرنسي كنت بعمله اسمه دوكان دايت. لو انتوا عملتوا سيرش عليه على النت كتبتوا دوكان هيطلع لكم الدايت ده، من أحسن الحاجات اللي أنا عملتها بصراحة، ونزلت عليها وزن كتير جدا. فبصراحة يعني وكان بالنسبة لي كمان مش اللي هو ما فيهوش حرمان، فكنت باكل في الأوقات اللي أنا عايزاها، مش متحدد لي وقت معين. وزي ما شفتوا بقى عملت كده فطار خفيف. يعني الطبق بتزودي فيه نسبة الخضار اكتر وبتقللي نسبة النشويات. انا اوقات بكتفي بقطعة توست واحدة بس، ساعات باخد اتنين. يعني الموضوع بالنسبة لي مش محدد قوي، لان انا بحس ان في حاجة محددة معايا انا بصراحة مش بلتزم خالص. فهي دي الفكرة. حتى المربى اللي بتعمليها ممكن انتي تعمليها في البيت، انا كنت عاملاها في البيت. لو حابين اكتب لكم طريقتها. عاملاها بالسكر الدايت برضو عشان ما يبقاش نفسك في حاجه لو انت يعني حابه تاكلي حاجه مسكره او كده. طبعا دخلت بقى عشان اعمل كوبايه قهوه، وكنت جبت القهوه دي من ايكيا وقلت اجربها. بصراحه دي اول مره اشتري القهوه بتاعتهم، هي في منها احجام مختلفه، فحبيت اجربها. ولما لقيتها كمان بتتباع حبوب كده البن، فحبيت اكتر علشان لما بتطحنيها في البيت طبعا يعني بصوا بتبقى مختلفه تماما غير اللي بتشتريها مطحونه جاهزه. قد ايه بقى بتكون النكهه بتاعتها لسه فريش. وانتي وبعدين كمان الميزه بقدر اطحن يعني ايه جزء جزء، مش بطحنها كلها مره واحده. يعني خدت الحبه اللي انتوا شايفينهم دول بس اللي انا هطحنهم. وانا هناك بقى جبت كمان المشابك دي بتاعت الاكياس، هايله بصراحه هايله، يشتريها بقى من اي مكان موجود، بصراحه ممتازه جدا. وكمان اللي هي علب حفظ الطعام عندهم برضو من الحاجات الروعه اللي تجيبوها من هناك وانتم مغمضين. الماتيريال بتاعتها حلوه قوي، بتستحمل جدا. والميزه كمان الغطا بتاعها بيتباع لوحده، يعني لو الغطا باظ معاكي او حاجه، مع ان يعني ما حصلش معايا الموضوع ده، انا بقالي كذا سنه بصراحه جايبه العلب بتاعتهم، المربع والمدور المستطيل. كنت وريتكم في فيديو مشتريات قبل كده، كنت جايبه المجموعه بكل الاحجام بصراحه. فمن الحاجات اللي بتنفع قوي معاكي في التلاجة وحفظ الاكل، فممتازه. اشتريت دي لوحدها. الحاجات دي كانوا هم عاملين عليها تخفيضات، موجودة حاليا، عاملين تخفيضات خاصة برمضان، حاجات بتوصل ل50%، وفي حاجات أقل طبعا كتير على حاجات معينة يعني. فالمهم جبت بقى ايه المطحنه. انا عارفه ان المفروض يعني البن ده بيكون له مطحنه مخصوص، بس بصراحه هي مش عندي، لان انا كنت بشتري البن ايه مطحون جاهز يعني.
بس كمان لما جربت الكبة هنا العادية المطحنة العادية لقيتها بصراحة بتطحن كويس جدا. انتي بتطحنيها مش مستمر، يعني بتضغطي وتشيلي ايدك وبعدين تضغطي تاني وتشيلي ايدك علشان تديكي الطحنة اللي هي الخشنة اللي انا جايباها دي. المفروض انها تبقى اسبريسو، انا عايزاها كده. فبصراحة يعني لان التحميصة بتاعتها كمان قوية شوية، فطحنتها الطحن الخشن زي ما شفتوا معايا. وقلت بقى ايه اجربها، كنت اول مره بصراحه زي ما قلت لكم، وبصراحه عجبتني قوي. اللي راح ايكيا قبل كده اكيد كمان عارف البن بتاعهم قد ايه بيكون طعمه فريش وطعمه حلو. فلقيتها زي اللي بيتباع عندهم هناك بالظبط في المطعم بتاع الفطار والغدا، وكانت تجربه لذيذه يعني. شربنا القهوة وتمام، دخلنا بقى على الجد على طول. بصوا انا كنت جايبة سمنة بلدي. انتوا عارفين ده الموسم بتاعها طبعا، بتتخزن من السنة للسنة للناس اللي بتحب تخزن السمنة في البيت. من الحاجات الحلوة قوي اللي انصحكم بيها، على الاقل لو هتجيبي حتى 3 4 كيلو، يعني مش عدد كبير ولا حاجة، بس بتفرق معاكي جدا وتستعمليها بجانب الزيت. قد ايه بتكون صحية طبعا، بتدي طعم حلو قوي للاكل، بالذات لو هتعملي طواجن في رمضان، هتعملي حلويات. فبصراحة مفيش غنى عن السمنة. في منها طبعا بقري وجاموسي على حسب بقى انتي بتحبي ايه. الجاموسي طبعا بتكون نسبة الدسم فيها اعلى زي اللي انا جايباها دي، بيكون لونها فاتح كده. طبعا البقري بتكون صفرة عن كده وبتكون خفيفة شوية. فانا بجيبها وبسيبها طبعا، يعني بسيبها كده، برش عليها ملح مش كتير يعني. انا ما بحطش مقدار معين بصراحة يعني، بس بحس ان انا ايه، بديها رشة ملح كده بسيطة، واسيبها شويه. وبعد كده ابتدي بقى ايه اطلعها على النار. طبعا لازم تكون نار هاديه تماما، هي بتقعد معاكي وقت طويل على النار. سيبيها بقى براحتها علشان ما تتلسعش منك من تحت، وكل شويه تقلبي فيها. فبفضل ايه يعني طول ما انا رايحه جايه في المطبخ كده، بعمل الغدا بعمل فطار، داخله طالعه في المطبخ، فبقى ايه بديها تقليبه كده عشان ما تلزقش المرته بتاعتها من تحت، ما تلزقش في الحله، ويبقى السوا بتاعها مظبوط. لغايه ما تبتدي بقى المورته تنزل لتحت كلها وتفصل، وتبقى لونها كلير كده زي ما انتوا شايفين. ببتدي بقى اخدها واسيبها بقى تهدى شويه كده، حاجه بسيطه. طبعا في الشتاء الموضوع ما بياخدش وقت خالص. وبعد كده بكون عندي بقى برطمانات نظيفه ومتعقمه، واي برطمانات بقى عندك في البيت. انا بجيب البرطمانات الصغيره دي لان بصراحه هي بتسهل عليا الاستعمال كتير. يعني بحطها عندي في دولاب كده جنب البوتاجاز، ودايما بستعمل منها وانا بعمل الاكل. فبتكون بالنسبه لي حجمها متاح ان انا استخدم منها وامسكها واتعامل معاها. غير طبعا لو جبتي بقى برطمانات السمنه الكبيره دي، بصراحه يعني التعامل معاها بيكون صعب جدا، ولازم تاخدي وتنقلي منها في حاجه اصغر. طب ليه احنا من الاول نجيب برطمانات صغيره؟ وانا اوريدي عندي المكان الموجود، فانا شايفه ان ده احسن كتير من البرطمانات الكبيره اللي الناس او اهالينا زمان كانوا بيخزنوا فيها سمنه. قد ايه مريحه البرطمانات دي في التعامل. وطبعا مش لازم تشتري لها برطمانات مخصوص. لو عندك اي برطمانات في البيت، كلنا يعني مين كلنا عندنا برطمانات اكيد، بنشتري من السوبر ماركت حاجات. وطبعا بيكون عندنا برطمانات فاضيه، فاستغليها برضو واستعمليها كاعاده تدوير. خلاص يعني فضيت السمنه كلها. لما باجي بقى افصل المرته، بحب ان انا اسيب فيها جزء سمنه زي ما انتوا شايفينها كده، طالعه سايله كده شويه معايا، مش ماسكه نفسها، لاني بقلبها مع شويه سمنه. جربوا الحركه دي بجد، بتدي للمرته طعم غني جدا وبتبقى حلوه قوي. ممكن تاكليها تحطيها، عارفين القرص الطريه الفلاحي، يعني دمار بقى شامل. ده كده بعيد عن الدايت بقى خالص، يعني ايه اصحاب الدايت يمتنعون. فطبعا خلصتها كلها وعينت الكمية كلها. طلعت لي برضو كان برطمان كويس معايا يكفي طبعا رمضان وبعد رمضان كمان. فالفكرة دي يعني مش بعملها عشان رمضان بس، انا بصراحة بجيب السمنة كل سنة وبخزنها بنفس الطريقة.
زي ما انتوا عارفين بقى الفلفل طبعا مالي السوق دلوقتي وسعره كويس، فاحنا في التوقيت دوت بنجيبه برضو وبنخزنه. بصراحة الدقة اللي احنا بنعملها دي او الهريسة اللي بيقولوا عليها ايا كان مسماها بتنفع في كل حاجة، يعني بتدخل في كل حاجة حرفيا. يعني بحط منها في تتبيلة السمك، بحط منها على الفول المدمس، بستعملها في حاجات كتير، تتبيلة الفراخ، لو هعمل طواجن بتبقى تحفة وروعة وحلوة جدا، لو هعمل بتنجان هعمل مسقعة، حاجات كتير بقى انا من دماغي يعني ايه مش فاكره كل حاجه دلوقتي. فبجيبها كده، والعلب الصغيره دي بجد لو عندك استغليها في حاجه زي كده حلوه قوي. يعني بتخليكي تطلعي كده علبه واحده، احطهم في الفريزر مش بياخدوا مساحه خالص، وبطلع علبه احسبها في التلاجة وارش عليها شويه زيت من فوق يعتبر كمادة حافظة، واسيبها بقى اتعامل بيها طول الاسبوع، تقعد معايا، عايزه اعمل اي حاجه هي موجوده. فطبعا الهريسه دي مفيش غنى عنها خالص، بتعمليها بقى زي ما انت عايزه، تحطي توم، تحطي فلفل احمر، فلفل اخضر، لو عايزه تزودي انا بحب احط الاتنين، وتزودي بقى الخل، الملح، التوابل بتاعتك، كل الحاجات دي. فطبعا بتكون بصراحه مفيش غنى عنها، دايما طول السنه موجوده. عملت كمان طبعا ده برضو التوقيت بتاع اللفت، فلو انتوا عايزين تجيبوه من الحاجات اللي بتتخلل بسرعة جدا والموضوع بسيط فيها خالص، بقطعها بقى. اهم حاجة تنقي اللفت طبعا الصغيرة، بتكون احسن كتير، وتقطعيها، تنضفيها كويس وتقطعيها، وبسيبها برش عليها ملح وبرش عليها بابريكا وشوية شطة، واسيبها كده لغاية ما يجيب ميته كده خالص. وبعد كده ابتدي انقله بقى في برطمان واضيف عليه مية تكون معقمة، بكون غليتها قبل كده وسبتها تبرد، طبعا طريقة المخلل المعتادة اللي احنا كلنا عارفينها. بتضيفي بقى في الاخر حتة بنجراية كده صغيرة، بتخلي اللفت في حتة تانية، تديله لون بقى كده حلو وطعم كمان حلو. فمن الحاجات اللذيذة برضو، انتوا عارفين يعني احنا المصريين بنحب قوي المخلل، ما تفهموش يعني، نبقى صايمين في رمضان وناكل مخلل برضو. فيلا كل سنة وانتوا طيبين. وصلنا بقى لفقرة البلح. طبعا كلنا لازم نكون جبنا البلح، واللي لسه ما جابش اكيد لسه هيشتري، لسه معانا وقت. بس انا ليه جبته بدري؟ عشان انا بصراحة بحب ان انا ايه اقعد افصص البلح كده واقطعه زي ما انتوا شايفين، علشان اكون جاهزة، ما بقاش كل الحاجات دي لسه قاعدة اعملها في نهار رمضان والوقت بيكون ضيق. فجبت الكمية بتاعتي كلها، وقعدت طبعا ايه نضفتها كويس. بتنضفيها بقى اي فوطة عندك من فوط المطبخ، فوطة نظيفة تنضفيها، وبعد كده ابتدي ايه افصص كل البلح ده اللي احنا بنعمل بيه، اللي هو الخشاف، اللي هو بتضيفي بقى عليه القراصية، التين، المشمشية، اي حاجة عندك، او تعمليه حتى لوحده باللبن بيبقى حكاية. وكمان سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كوباية التمر باللبن دي جميلة جدا ومشبعة ومفيدة قوي ليكي وللولاد. طبعا احلى حاجة تفطري بيها او تبدأي تكسري بيها ايه صيامك على فطار رمضان ان شاء الله. خدتهم بقى واستغليت العلب دي، كانت عندي وعامله لي زحمه في المكان، كنت هتخلص منها. وبعد كده قلت ايه ليه لا احط فيها كده ورق زبده وابتدي اعين فيها، بحيث اطلع يعني ايه اعينه. انا عندي كورنر كده في المطبخ بعين فيه كل الحاجات بتاعتي دي اللي هي الخزين ده. قلت ابتدي اطلع بقى علبه علبه من دول واستعملها ان شاء الله في رمضان. واكيد اكيد مش هننسى بقى البسله. البسله ما شاء الله دلوقتي ماليه السوق، وكمان سعرها بقى كويس جدا. يعني اول ما نزلت كان سعرها عالي قوي، دلوقتي سعرها كويس جدا. يعني بجد لازم تجيبوها وتخزنوها، لو مش عندك مكان اخلقي لها مكان، لان اكيد هتعوزيها وهتحتاجيها في رمضان وغير رمضان. البسله طبعا بسله بالجزر، او هتعملي بيها تورلي، هتعمليها في طواجن، يعني بصراحه ما فيش غنى عنها، وكل الولاد بتحبها برضو. انا بجيبها ساعات بخزنها لوحدها كده، وساعات بخزن معاها جزر. طبعا برضو الجزر كمان متاح دلوقتي وكتير وسعره كويس، فلو انت عندك مكان هاتي الجزر كمان، واعملي الكيس جاهز كده زي اللي بتشتريه من بره في السوبر ماركت. اعملي بسله بالجزر يكون جاهز معاكي، يعني يا دوبك تشوحي البصلايه بتاعتك وتضيفيهم وتحطي الصلصه وشكرا كده الطبخه خلصت. فمش هتاخد معاكي اي وقت خالص. طبعا هي بتبقى علقه بقى طبعا عشان نقعد نفصص البسله زي ما انتم شايفين كده. يعني مع اني كنت جايبه كميه ايه متوسطه، يعني مش كبيره قوي، بس برضو خدت مني وقت ومجهود. بس زي ما قلت لكم احنا بنتعب شويه علشان خاطر نوفر راحه لنفسنا في ايام تانية جايه كتير. فانا حطيت يعني في اكياس زي ما قلت لكم، حطيتها كده واكياس كده،
وكمان انا مش بعمل فيها اي حاجه تانية. هو كفايه اصلا ان انا يعني ايه فرطت البسله ده لوحده كفايه، فمش هعمل اي حاجه تانية. يعني مش هحطها في ميه سخنه، ومش هرجع انقلها في ميه بارده بتلج. انا كنت بعمل الحكايه دي بصراحه السنه اللي فاتت، لكن السنه دي انا عشان كنت فرست كيسين قبل كده بالطريقه دي ولقيتها روعه. مفيش اي حاجه يا جماعه، والله طالعه حلوه جدا في الطبيخ، ويعني جميله، والله جميله جدا. جربوها بجد وعلى ضمانتي. يعني انا بحطها كده مع الجزر من غير اي حاجه، ولا بسلقها ولا بحط لها ميه ولا الكلام ده، زي ما هي كده. وانس خلصتها وفردتها وقطعت عليها الجزر، بحطها في اكياس وعلى الفريزر على طول، وبتقعد معاكي زي ما انتي عايزه بقى. كمان الفاصوليا كمان من الحاجات الحلوة قوي. انا برضو فرزت شوية، هما مش كتير، عملت كيسين كده عشان لو انا هعمل مثلا تورلي، اعمل ميكس خضار، خضار سوتيه، اي حاجة من دي، فتكون ايه برضو من الحاجات اللي ايه المتاحة والموجودة. طبعا الحاجات دي كلها موجودة في السوبر ماركت. الناس اللي مش عندها وقت واللي حابة انها تشتري الحاجة في وقتها أول بأول، والناس اللي مش عندها أماكن كمان أو مش عندها ديب فريزر، فبرضو الحاجات دي موجودة في السوبر ماركت، متاحة في أي وقت تقدري تجيبيها ومفيش فيها أي مشكلة. لكن في احنا بنحب يعني نعمل حاجاتنا بنفسنا شوية. وانس ان انا معايا وقت وقادرة اعمل ده فانا هعمله. هيجي لي وقت تاني بعد كده هكون محتاجة اشتري المجمدات فهشتريها. انتي بتشوفي حسب زي ما قلت لك اولوياتك والتزاماتك. بس خلاص حطيتهم بقى على طول، رصيتهم في الديب فريزر الحمد لله. وكنت طبعا فرزت معاكم طماطم قبل كده، عملت كميه صلصه وهي ستيل موجوده معايا لحد دلوقتي، فمن الحاجات اللي بتنفعك جدا. والطماطم كمان من الحاجات اللي سعرها رخيصه جدا دلوقتي وكتير قوي ماليه السوق، فطبعا لازم تجيبيها وتفرزي شويه صلصه طبيعي في البيت. دي بقى بالذات يعني انتوا عارفين من السوبر ماركت بتبقى كلها مواد حافظه، فحاولي تقللي منها على قد ما تقدري وتعملي الصلصه الطبيعي في البيت. دخلت بقى قلت كمان هنعمل ايه النهارده. طبعا انا عملت كذا حاجه، عملتهم على يومين. فدخلت وقلت هعمل حواوشي. من ناحيه الولاد كانوا طلبوه مني، ومن ناحيه تانية بحس بالنسبه لي بصراحه ان هو اكله سريعه مش بتاخد وقت. ومن ناحيه تالتة كان في متابعه جميله قوي، يا رب تكون شايفه الفيديو دلوقتي، كانت طالبه مني طريقتي في الحواوشي بعمله ازاي، فيا رب تكون متابعاه. اهو الفيديو نزل زي ما تابعتوا معايا كده الخطوات. اللي كان في الاول اللي انا بشرته ده كان جزء من الدهن. فانت لو تعرفي تجيبي حته دهنه كده لوحدها، سواء بقى ضاني او جاموسي اي حاجه يعني، حته دهنه كده بتاخديها بتبشريها زي ما شفتوا كانت مبشوره معايا ناعم خالص، وبحطها عشان دي بتعمل تماسك للحمه، وكمان بتدي طعم وريحه حلوه قوي للحمه بتاعه الحواوشي. اللحمه نفسها كمان بجيبها شويه دسمه شويه، يعني مش كلها حمرا، مش بقطعها قطعيه حمرا، لا بقول له انا عايزه لحمه للحواوشي. فهو الجزار او اللي انت بتتعاملي معاه بيبقى فاهم وعارف، فبتكون هي دسمه شويه. دي بقى بتدي طعم حلو قوي، بتخلي كده الايه اللحمه طعمها غني شويه. وطبعا عيش يفضل في الحواوشي العيش الصغير ده انتوا عارفين، والعيش البلدي طبعا هو احسن حاجه. فجبت العيش الصغير ده بفتحه كده، وطالما صغير الرغيف يبقى كله زي بعضه. لما الكمية زادت معايا جبت بقى العيش البلدي العادي ده وقطعته، قطعيه على 4، وهتدعي لي بجد، يعني هيحبوه جدا وهو صغير كده. الربع رغيف ده بيبقى من الحاجات الحلوة واللذيذة قوي. المهم خدت كمية وحطيتها على طول في الساندوتش، وزعيها بقى كويس عشان كل الساندوتش يبقى ايه، يبقى مليان. طب انا بقى ليه زودت الكميه بتاعه اللحمه دي وعملت المره دي كميه كبيره؟ كل الاضافات اللي ضفناها على اللحمه دي على فكره هي اللي زودت الكميه. يعني كل الكميه دي من كيلو لحمه. الزياده اللي انا حطيتها برضو عشان تبقى من ضمن التفريزات عندي، لاني هعمل جزء هنتغدى بيه والجزء التاني ده هفرزه وعينه. ليه بينفع قوي؟ ما تساليش ليه، انت ممكن يعني يجيلك مشوار فجاه وانت في رمضان، ممكن تتاخري وتيجي قبل الفطار بساعه وتبقي محتاره ومش عارفه تعملي ايه. فدي من الحاجات اللي بتنفع جدا، ان احنا تبقى موجودة عندنا كده زي باك اب كده موجودة في الفريزر لأي ظرف طارئ ممكن يحصل.
فدي انا زودت الكميه عشان كده. هوريكم ازاي انا فرستها وعينتها دلوقتي. المهم دهنت بقى العيش بتاعي اللي احنا هنتغدى بيه اوريدي بالسمنه، ودخلته على طول على الصاجه بتاعه الفرن، حطيته في الفرن من تحت خالص، وكمان ولعت عليه المروحه بتاعه الفرن علشان ايه، ياخد لون كده من فوق ومن تحت، ويديكي القرمشه الحلوه كده بتاعه الحواوشي. استوى وكان حلو جدا بصراحه، وطعمه عجب الولاد قوي. ف يا ريت تجربوه بالطريقه دي وتكتبوا لي بقى ايه طلع معاكم ازاي ورايكم فيه ايه. الحاجات اللي بنضيفها بتزود لك الكميه قوي، بتزود القيمه الغذائيه كمان. فحاجه نظيفه ومعموله. الحواوشي بالذات من بره ما انصحكوش بيه خالص، لان بيحصل فيه عك كتير قوي. فانا مش عايزه اضايقكم، بس هو بيحصل فيه فعلا عك كتير. احسن حاجه تعمليه في البيت. انا هنا كنت بقطعها كور كده عشان ايه، عشان اضمن ان الكميه تكون متساويه. فقطعت اللحمه زي كور، وابتديت بقى عشان اجي اجهز العيش بتاعي. فلقيت ان العيش الايه الصغير ده خلص. طلعت بقى عيش بلدي عادي، وقطعت الرغيف على 4 بالمقص، وسبت ده طبعا ده اللي هنتغدى بيه. يا اما بقى بتقدميه زي ما هو كده، او ساعات ان انا بقطعه نصين. اوقات كتير بقسمه نصين واقدمه مع طحينه وسلطه بس، وكده شكرا. يعني احسن غدوه في الدنيا وبتعجب الولاد قوي. خدت الكميه اللي عندي. لو عندك بقى صينيه من الحاجات اللي ما بتاخدش مساحه خالص، هتحطيهم كده على صينيه، لان العلب شويه بتاخد مساحه في الديب فريزر، وانا ما كانش عندي مساحه كافيه. وجهزت اكياس، طبعا اكياس التلاجة اللي هي الشفافه دي، وبدات ارص بقى ايه ما بين كل طبقه والتانيه. حطيت كيس كده، وكل الكميه اللي انتوا شايفينها دي ما خدتش مساحه خالص، لاني لفتها بعد كده بستريتش ستريتش رول، وبقت متماسكه جدا. وحطيتها في فريزر التلاجة زي ما قلت لكم. دي بتنفع في وقت الازمات، بتنفع لو انت جايه مستعجله، طالعه من الشغل، اتاخرتي في الشغل بتاعك لاي ظرف من الظروف، او طلعتي من الشغل رحتي جبتي طلبات، او حصل لك اي مشوار، فانت بتبقي مطمنه عندك حاجه كده في الفريزر. يا دوبك هتطلعيها، هتحطيها على الصاجة بتاعة الفرن، وهتبتدي تدهنيها بس بسمنة من الناحيتين، وهتدخليها على أعلى درجة حرارة مع المروحة. خلاص هتقفي بس تعملي جنبها طحينة وسلطة خضراء. أتمنى في آخر الفيديو تكونوا انبسطتوا معايا. لايك وسبسكرايب، واستنوني الفيديو الجاي.